السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا قصتين، واحده حصلت في استراليا والتانية في ديزني لاند. بس طبعا قبل ما نبدأ قصتنا النهارده احنا طبعا متعودين على ايه؟ كل مره تعملوا سبسكرايب للناس الجديده عندي، ولايك للفيديو، وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد ان شاء الله. ويلا نبدأ قصتنا النهارده. المكان اسمه باين جات، قاعدة أقمار صناعية موجودة في استراليا، وتعتبر من أكتر الأماكن السرية في العالم، لدرجة إنهم سموها النسخة الأسترالية من منطقة 51 الأمريكية. أكيد تسمعوا عنها. حراسة مشددة على المكان، وممنوع يمر من فوقها طيارة ولا أي شخص بيحاول يقرب منها، ولو في حد حاول بس يقرب منها بيعتقلوه في الحال. والمنطقة دي اتعملت سنة 1970، وهي أول قاعدة فضائية مشتركة بين أمريكا وأستراليا. من كتر الحراسة المشددة والسرية خلت الناس تبدأ تقلق وتسأل هو إيه اللي بيحصل جوه وإيه اللي موجود هناك وإيه التحفظ الزيادة ده. وفي ناس بتقول إن القاعدة دي معمولة عشان يتجسسوا على الشرق الأوسط والصين وروسيا. في 2018 عملوا مسلسل بيتكلم عن القاعدة دي، والغريب إن اتحذف حلقتين من المسلسل، وفي الحلقتين دول كان فيهم إن الفلبين تحت سيطرة الصين. وهنا هنكون خلصنا القصة الأولى. يلا بينا على القصة التانية. النادي 33. كلنا عارفين ديزني لاند مدينة كبيرة للألعاب، وكلنا من وإحنا صغيرين نفسنا نشوفها على الحقيقة، بس ما خفي كان أعظم. بيكون في المدينة دي نادي سري اسمه 33. مش عارفة ايه الفكرة في الاسم ده، بس هو اسمه كده 33. وأسس النادي دوت والت ديزني بنفسه سنة 1967، وكان الهدف منه مطعم راقي لطبقة معينة من المجتمع، وهم الأغنياء والمشاهير وكده، عشان يزود أرباح الشركة بتاعته. وعشان تدخل النادي ده لازم يكون معاك بطاقة عضوية، واشتراك العضوية ما بين 10,000 دولار ل30,000 دولار. ومش بالسهولة العضوية، لأن لو فكرت تقدم بس فيها هتلاقي قدامك 800 شخص بيستنوا دورهم من 14 سنة على فكرة. وفي جريدة اسمها دالي ميل نشرت صورة للنادي من جوه، وبيقولوا إن النادي الوحيد اللي بيقدم مشروبات كحولية في الوقت ده يعني، ولكل شخص حسب مكانته له معاملة خاصة. وبيقولوا إن المكان ده مرتبط بحاجة اسمها بتبدأ بحرف الميم وبتنتهي بحرف الت المربوطة. أكيد عرفتوها بسبب الرقم 33، لأن ال 33 دوت عندهم المنظمة دي بترمز لحاجات كتير، ترمز للمكانة نفسها بتاعة اللي هو منشئ المنظمة نفسها. وهنا هنكون خلصنا قصصنا. استنوني في قصة جديدة. كان معاكم ميرا، في رعاية الله.